بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقه جديده. والعريس وصل. عريس ايه اللي وصل؟ درع الدوري الجديد وصل النهارده او من حوالي ساعه، وان شاء الله هيتم تسليمه بكره باذن الله للنادي الاهلي في مباراه جورماهيا الكيني ان شاء الله. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ليه النادي الاهلي ما بيستلمش الدوري في اخر مباراه بعد تحقيق الدوري المصري؟ السؤال اللي احنا نفسنا نفهمه، او اللي جماهير النادي الاهلي احنا نفسنا نفهمه من فترة كبيرة. ليه النادي الاهلي لما بيحقق الدوري ما بيستلمهوش بعد تحقيق الدوري في اخر مباراة في الدوري نفسه في وسط جماهيره؟ بكرة هيبقى في جماهير وجماهير هتحضر والكلام ده، لكن انا عايز اخد الدوري احس بفرحته في مباراة في الدوري، اخد افريقيا احس فرحتها في ماتش افريقيا، زي ما انا بستلم كاس افريقيا بعد المباراه على طول. ده نهائي وده دوري، ما عنديش مشكله، ولكن لازم يبقى فيه سواسيه، لازم يبقى فيه عدل، لازم يبقى زي ما الزمالك لما بياخد الدوري بيستلمه في الملعب وبيتعمل حفله وبيتعمل. انا محتاج استلم الدوري واللعيبه تروح بيه لحد النادي الاهلي، صح ولا غلط؟ مش الدوري احققه من حوالي شهر او شهر ونص، وبعد الشهر او الشهر ونص استلم درع الدوري؟ ليه؟ السؤال اللي بيطرح نفسه اللي احنا نفسنا نفهمه. الزمالك اخد الدوري مرتين متتالي، اخد الدوري في الملعب. الدوري ده كلام انا سمعته، مش عارف صح ولا غلط، كلام انا سمعته عشان خاطر محدش يقول اصل انت قلت كذا، لا، كلام انا سمعته ان الدوري او درع الدوري كان محفور عليه اسم نادي بيراميدز. كلام انا سمعته عشان ما تاخدوش اكيد. وبيقول ان كان هيسلموا للنادي الاهلي الدرع القديم، النادي الاهلي صمم على الدرع الجديد عشان خاطر يكون النادي الاهلي هو اول اسم يتحفر على الدرع الجديد. فده طبعا حق النادي الاهلي لما اتحاد الكوره قال الكلام ده، قال ان في درع دوري جديد. اتحفر اسم بيراميدز او ما اتحفرش الله اعلم، ولكن انا محتاج افهم ليه النادي الاهلي مش بيستلم الدرع في اخر مباراه في الدوري. ده حقي وحق النادي الاهلي وحق مش هقول لك حق اداره النادي الاهلي، هتقولي ليه مش حق اداره النادي الاهلي؟ هقول لك دلوقتي، ولكن ده حقي وحق الجماهير وحق الجماهير اللي بتحضر وحق الجماهير اللي نفسها يفرحوا بالدوري بعد اخر مباراه. حق مين بقى؟ حق مين؟ ليه مش حق الاداره؟ لان الاداره هي اللي المفروض تتكلم في النقطه دي، مش انا اللي اتكلم. انا كراجل او انا كجمهور الاهلي او كفرد من مشجعي النادي الاهلي ومشجعي النادي الاهلي بتقول رايها، اراء، لكن اداره النادي الاهلي هي اللي المفروض تفهم ليه ليه ما بستلمش الدوري. المفروض سنه كامله بنتكلم وعملنا شكل الدرع سنه كامله، ما اتعملش ازاي؟ وليه التاخير ده كله ويوصل النهارده؟ فالسؤال اللي بيطرح نفسه، لازم اشوف ايه سبب ان انا ما استلمش الدرع في اخر مباراه في الدوري. انا من حقي افرح في وسط جماهيري، حققت الدوري في المباراه دي، يبقى استلموا المباراه اللي جايه، مش استلموا في مباراه في افريقيا في الادوار التمهيديه او دور 32 او ايا كان. فلازم اشوف الدنيا فيها ايه. بغض النظر بقى عن كل ده، 1000 مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، 1000 مليون مبروك لشعب النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وكل لاعبي النادي الاهلي اللي حققوا الدوري ده. دوري صعب، مش هقولك صعب على النادي الاهلي، ولكن الظروف اللي النادي الاهلي مر بيها كانت صعبه عليه. ان انا العب 20 مباراه في وقت قليل جدا، واكتر فريق في العالم يلعب في موسم كامل مباريات، والحمد لله كسرت الرقم القياسي اللي هو بتاعي انا، 17 فوز متتالي، فزت حوالي 21 فوز متتالي، يعني كسرت رقمي انا، محدش هيكسره، وانا اللي بكسر ارقام نفسي. ف1000 مليون مبروك للاعبي النادي الاهلي، الرجاله قوي، اللعيبه اللي هي تعبت قوي،
اللعيبه اللي تعرضت لحاجات كتير، سواء من السوشيال ميديا، سواء من اشاعات، سواء من ضغط نفسي وعصبي وذهني ومشاكل وبرامج بتتكلم ومش عارف ايه، وده مستواه ايه، وده مستواه مش كويس، وده مستواه. لعيبه اتحملت ضغوط نفسيه وعصبيه وذهنيه وبدني وكل حاجه. فالف مليون مبروك لاعبي النادي الاهلي، الف مليون مبروك لاداره النادي الاهلي وشعب النادي الاهلي، والف مليون مبروك للجد مارسيل كولر، المدرب المحترم، المدرب اللي كل الاهلاويه عشقوه وهو عشق جماهير النادي الاهلي، الراجل اللي بيشتغل كل مباراه بمباراتها، والحمد لله اللي جاي احسن مع مارسيل كولر. الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي. السلام عليكم.